مرحبا بنات، شلونكن اخباركن؟ اليوم سوينا غدا الزهرة وحبيت اشارككم وياه خطوة بخطوة. طبعا هنا أنا جنت من الليل من كيلوين ماش ويا كيلو وربع تمن عنبر. فخلينا التركيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبلشنا بالطبخ. قعدت ب8 الصبح طبختها إذا ما يراد لها شي كلش سهلة. أول تذبين الماش تخلينا كلش يستوي لحد ما ينمرد، بعدين تذبين التمن وراه وملح وتسمين بسم الله وبسم الزهرة أم الحسن وتخلينها على نار هادئة إلى أن تذقل. تردينها خفيفة تقدرين تزيديها مي، تردينها ثقيلة لا هي تبقى هيجي تهدير. ساعتين تاخذ لها طبخها كله، يعني ياخذ له ساعتين ساعتين ونص إذا كمية كبيرة. إحنا على العادات مالت والدتي الله يرحمها تخلي لها بصل ودهن حار ودبس، هذين الأشياء ما نستغني عنهن بالشلة أو غدا الزهرة. إحنا طبعا نسوي بالشتاء دائما، وبس هذا موسم أيام الفاطمية لازم إحنا نسوي غدا الزهرة، هذا رسم يعني بحساب الشيعة كلهم يعني يعرفون هذا الشي ويسوونه، وكله قليل بوجه أم الحسن. هنا الزبد سيحناه وكملنا الحمد لله والشكر. طبعا أنا فيديوهاتي كلها سريعة ما أحب أطول عليكم، بس حبيت أشارككم يوم من يومياتي. أتمنى لا تبخلون علينا باللايك والمشاركة بالقناة، وأتمنى توصلونا ل1000 مشترك. وفقكم الله وألف صحة وعافية وهنا على كل إنسان أكلها. هي طريقتها كلش سهلة. هاي صبينا والحمد لله وزعنا وعلينا وعليكم بالعافية. مع السلامة.